بعد غياب فترة طويلة من الاستديو والسفر والشغل اللي احنا عملناه في الاستديو، الحمد لله طلع جميل وشيك ومنظره حلو. كنا عاملين قبل كده سلسلة مقارنات بين الايفونات، وبنتكلم عن كل ايفون لوحده، بعد كده نرجع نقارنه مع الايفون اللي قبليه واللي بعديه، ونشوف المميزات التحسينات اللي حصلت من السنة اللي قبليها والسنة اللي بعديها. لكن للاسف السلسلة دي ما كملتش، بس احنا النهارده طلبت مننا السلسلة دي ثاني من اكثر من واحد، هنرجع نعملها مرة ثانية ان شاء الله في الاستوديو الجديد. فما تنساش بقى من لايكك الجميل واشتراكك الاجمد تدعم اخوك عبد الله رجب ونوصل 1000 مشترك فصل عرض ان شاء الله يا حبيب قلبي. يلا بينا نبدا باول ايفون معانا النهارده. اول ايفون النهارده معانا هو الايفون 13 العادي. رقم واحد، خامات ومواد التصنيع بتاعت الايفون. خامات ومواد التصنيع بتاعت الايفون دي: عندك اطار من المعدن بالكامل مع فريم من القزاز. عندك في من ورا الدائره بتاعت الماكسيف، لانه هو بيدعم الماكسيف واكسسوارات الماكسيف بشكل عادي. رقم اثنين، عندك الكاميرا ومستشعر المستخدم فيها ودقة تصوير الصور والفيديو. كاميرا هنا كاميرا محترمة جدا طبعا، لا غنى عنها في التعريف تبع شركة ايفون، غنية عن التعريف طبعا. بيطلع انها صور محترمة وفيديوهات محترمة جدا. عندك بيصور فيديو 4K 60 اطار في الثانية، ده اللي بيصور تليفوني اصلا اللي هو الايفون 15 بلس. انت ايه عايز تاني؟ تليفونات اعلى منه وبيديك نفس الاداء بتاعها. رقم ثلاثة، الشاشة. الشاشة بتاعي بدقة سوبر اموليد بتردد 60 هرتز. ده عيب قاتل، ايوه هو فعلا عيب قاتل في الجهاز، لانه مرتبط بالجزئية رقم 5. الجزئية رقم 5 وهو المعالج الاي 15 بايونيك. الاي 15 بايونيك هو معالج قوي جدا الصراحة في الفئة السعرية بتاعت التليفون ده. ليه بقى؟ لانه هو يقدر يدعم معاك ببجي 120 اطار في الثانية. بس تعال اقول لك الاول، انت وصلت لحد الجزئية دي في الفيديو ونسيت تعمل لايكك الجميل واشتراكك الاجمل، انزل اعملهم ويلا بينا نكمل باقي الفيديو بتاعنا. نرجع ثاني، اخر حاجه سمناها هو المعالج. المعالج هنا زي ما قلنا الاي 15 بايونيك بيديك 120 اضافه في الثانيه في لعبه زي ببجي. ولكن مع الايفون 13 لو تفتكروا من شويه قلت لكم ان في عيب في الشاشه، هو ال 60 هرتز. ال 60 هرتز هنا عامله قيود للمعالج انه ما يتبرمجش ويلعب 120 بار، لان الشاشه اصلا مش داعمه الكلام ده. فانت هتلعب لعبه زي ببجي على التليفون ده 60 اطار بس في الثانيه. هل ده وحش؟ لا، انت هتلعبها بشكل سلس جدا، هتحس انهم 90 اطار في الثانيه حرفيا، والله العظيم بتكلم جد. لان 60 اطار في الثانيه في جهاز ب 15000 مش زي جهاز ب 25000 و 26000. رقم 6 هي الاسعار. الايفون ده يستاهل الشراء من ناحيه سعره ولا لا؟ على حسب ميزانيتك. لو معاك فرنج ال 25500 او ال 26000 هتشتري الايفون 13 بدون ضرائب. لو ضفنا عليه الضريبه اللي هي فرنج ال 6000 جنيه، هيبقى عليك ب 31000 جنيه. بنتكلم على الايفون 13 جديد لسه متبرشم ما تفعلش، بالضريبه بتاعته هيبقى عليك ب 31000 جنيه. فهل في الجزئيه دي يستاهل؟ لا، الصراحه ما يستاهلش في جزئيه ال 31000 جنيه. لانك لو طلعت 4000 جنيه بس، فك من حوار الضريبه ده، جيب لك تليفون زراير كمان معاه، هتجيب الايفون 15 العادي. انت متخيل في محلات بتبيع الايفون 15 العادي ب 35000 جنيه؟ مش بجيب حاجه من عندي انا. انت لو طلعت 4000 جنيه عن سعر الايفون 13 العادي، هتجيب الايفون 15 العادي ب 35000 جنيه. ولكن نرجع لجزئيه من غير ضريبه. من غير ضريبه هيوصل معاك الايفون 13 العادي 25000 25500، يوم ما يعظم 26000. ممكن تلاقيه اقل من كده في محلات ب 23000 24000 اقل حاجه، ب 23000 اقل حاجه. هنا يستاهل الشراء؟ ايوه يستاهل الشراء، لانك هتاخد مني جوده فيديوهات لا غنى عنها الصراحه. فيديوهات خنفشاريه حرفيا، بيصور بدقه فيديوهات وتلوين كده انت هتنبهر اصلا من اداء الكاميرا بتاعته. نيجي لجزئيه الصور، هو بيصور بورتريه، والبورتريه بتاعه والعزل بتاعها قوي جدا حرفيا. ولكن فيها عيب ان هو بيصور بورتريه 1 اكس فقط. عشان ابقى قلت لك وصريح معاك، في الايفون 13 البورتريه اللي فيه 1 اكس فقط، يعني ما فيش زوم في البورتريه، على عكس الايفون 15 اللي هنعمل فيه بيصور كام اكس بورتريه. لو عاوزين مقارنه بين الايفون 13 العادي والايفون 15 العادي، انزل اكتب لي تحت في التعليق وانا هعملها لك فورا. نيجي للجزئيه السادسه. انت يا عبد الله لو معاك 25000 جنيه هتشتري الايفون 13؟ من وجهه نظري انا كصانع محتوى، لو معاك 25000 جنيه
مش معايا اقدر ازود تاني لحد ما اوصل لفئه ال 15 العادي، انا هشتريه. لو مش معايا ازود، لكن لو في مقدرتي اسمح ان انا ازود واشتري، هشتريه. هشتري الايفون 15 العادي طبعا، هفك من 13 وهشتري الايفون 15 العادي. لو عايز تعرف ليه انا هفك من 13 رغم ان الفرق مش قليل، 10000 جنيه وهاخد نفس تصوير الفيديو، ولكن انا واحد كغاوي صور اعرفك ليه في الفيديو الجاي لو انتم عايزينه، والمقارنه بتاعت الايفون 13 والايفون 15 العادي. هقول لك ال 10000 جنيه اللي انا هدفعها هاخد بيها ايه زياده. نرجع للموضوع حقيقي النهارده، هو الايفون 13. هقول الايفون 13 ليه ما تشتروش يا عبد الله وانت صانع محتوى وتدفع الفرق ال 10000 جنيه دي؟ ببساطه هتعرف الفيديو الجاي. تعال نرجع للجزئيه السابعه في الفيديو. مين الناس اللي تشتري الايفون 13؟ او مين من وجهه نظرك يكون مع الايفون 13 وهيديله الكفاءه العاليه؟ واحد هيبدا محتوى على السوشيال ميديا وعايز ايفون كويس جدا يقعد معاه 4 سنين او 5 سنين على الاقل ما يطورهوش. حلو الكلام. تاني شخص اللي هو مش جيمر، غاوي تصوير، صور، فيديوهات على الماشي كده، الايفون ده يبقى معاه بزياده كمان. رابع شخص بقى هو الشخص الخنفشاري اللي بيحب الفشخره الكدابه بقى، ويتمنظر قدام صحابه اللي معاه ايفون وايفون غالي. هنا ايفون 13 عاد هيحقق لك الحلم ده يا صديقي، ما تقلقش. نرجع للجزئيه بتاعت فيديو النهارده. هل في سنه 2025 ايفون 13 العادي يستاهل الشراء؟ يستاهل الشراء وبجداره كمان. ليه؟ معك تحديثات ثانيه اقل حاجه 3 سنين، على انه باقي من اي 15 بينهم طبعا. عندك حمايه ضد الميه بمعيار اي بي 67 اي بي 68، معيار كويس جدا، تنزل بيه تحت الميه نص متر لمده نص ساعه. انت عايز تاني من تليفون فلاج شيب بداية جيج بالسعر ده؟ خاماته من افضل الخامات في العالم، في جهاز استخدمت تكفير محترم جدا بتاع شركه ابل طبعا. بس انا زعلان منك. ليه بقى؟ انت وصلت للجزئيه دي في الفيديو وعرفت مميزات وعيوب الجهاز وانت اصلا ما عملتش لايك ولا تلاقيك اصلا مشترك في القناه، يبقى من حق ازعل منك ولا لا؟ انا بتعب في الفيديوهات وبحضر لك فيديو وسكريبت ومونتاج وبنزل، وانت مش مقدر ده يا صديقي. فانت لو ما اشتركتش وقف الفيديو. ايوه انت وقف الفيديو دقيقه، مش هاخد منك ثانيه، وقفه ثانيه، انزل بقى تحت اعمل لايكك واشتراكك الاجمد، ويلا بينا نرجع ثاني للفيديو بتاع النهارده. انا كعبد الله هشتري الايفون 13 لو معايا 25000 بس فقط. فانت لو والدك هيجيب لك ايفون، فانا انصح والدك ان لو اولياء الامور دلوقتي بيشاهدني انصح انه يجيب له الايفون 13، لان ابنه في الكليه اول 4 سنين حرفيا مش محتاج غير الايفون 13 كتصوير ملفات، مستندات، بي دي اف، صور، فيديوهات معاه في حفله التخرج. حرفيا الايفون 13 هيسد معاه. بس كده يا صاحبي انا اكون فت عملت لك الفيديو بتاع الايفون 13 مميزاته وعيوبه، وصورت لك ومونتاج وسكريبت. بس كده احب اشوف الدعم منك، انك تدعمني بلايك واشتراك في الاجمل وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله.